بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. دعاء ليلة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من تعبأ وتهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته، فإليك يا رب تعبيتي واستعدادي رجاء عفوك وطلب نائلك وجائزتك، فلا تخيب دعائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك ثقة بعمل صالح عملت ولا لوفادة مخلوق رجوت. أتيتك مقرا على نفسي بالإساءة والظلم، معترفا بأن لا حجة لي ولا عذر. أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، فلم يمنعك طول عكوفهم على عظيم الجرم أنعم بالرحمة، فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، لا يرد غضبك إلا حلمه، ولا ينجي من سخطك إلا التضرع إليك، فهب لي يا إلهي فرجا في القدرة التي تحيي بها ميت البلاد، ولا تهلكني غما حتى تستجيب لي وتعرفني الإجابة في دعائي، واذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تسلطه علي ولا تمكنه من عنقي. إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره.
وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. اللهم إني أعوذ بك فاعذني، وأستجير بك فأجرني، وأسترزقك فارزقني، وأتوكل عليك فاكفني، وأستنصرك على عدوك فانصرني، وأستعين بك فاعذني، وأستغفرك يا إلهي فاغفر لي. آمين آمين آمين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغفر لي ذنبي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك وناصيتي بيدك. أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ برضاك من شر ما صنعت. أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، أبوء بعملي وأبوء بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وهب لي الغداة رضاءك، وأسكن قلبي خوفك، واقطعه عمن سواك، حتى لا أرجو ولا أخاف إلا إياك. اللهم صل على محمد وآله، وهب لي ثبات اليقين ومحض الإخلاص وشرف التوحيد ودوام الاستقامة ومعدن الصبر والرضا بالقضاء والقدر، يا قاضي حوائج السائلين، يا من يعلم ما في ضمير الصامتين. صل على محمد وآله، واستجب دعائي، واغفر ذنبي، وأوسع رزقي، واقض حوائجي في نفسي وإخواني في ديني وأهلي. إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك، ومعاكف الهمم قد تعطلت إلا عليك، ومذاهب العقول قد سمت إلا إليك. فأنت الرجاء وإليك الملتجى، يا أكرم مقصود وأجود مسؤول. هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين، بأثقال الذنوب أحملها على ظهري، لا أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون وأمل ما لديه الراغبون. يا من فتق العقول بمعرفته، وأطلق الألسن بحمده، وجعل من سنى به على عباده في كفاء لتأدية حقه. صل على محمد وآله، ولا تجعل للشيطان على عقلي سبيلا، ولا للباطل على عملي دليلا. أصبحت في ذمة الله وذمة ملائكته وذمم أنبيائه وعليهم السلام، وذمة محمد صلى الله عليه وآله، وذمم الأوصياء من آل محمد عليهم السلام.
آمنت بسر آل محمد عليهم السلام وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم، وأشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمد صلى الله عليه وآله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم ما قلت في جمعتي هذه من قول، أو حلفت فيها من حلف، أو نذرت فيها من نذر، فمشيتك بين يدي ذلك كله، فما شئت منه أن يكون كان، وما لم تشأ منه لم يكن. اللهم اغفر لي وتجاوز عني. اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه، ومن لعنت فلعنتي عليه. اللهم إني تعمدت إليك بحاجتي، وأنزلت إليك اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، فأنا لمغفرتك أرجى مني لعملي، ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي، فتول قضاء كل حاجة لي بقدرتك عليها، وتيسير ذلك عليك، ولفقري إليك، فإني لم أصب خيرا قط إلا منك، ولم يصرف عني سوءا قط أحد سواك، ولست أرجو لآخرتي ولا اليوم فقري، يوم يفردني الناس في حفرتي وأفضي إليك بذنبي سواك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.